صباح الورد والفل والياسمين. النهارده كالعاده جايبين حته لحمه موزه حلوه وهنعملها ان شاء الله كباب حله. من باب الفضفضه كده عايزه زي كده ما نزلت لكم فيديو وقلت لكم فيه على موضوع ان العملاء مش بتلتزم بالمواعيد. للاسف في عدم التزام تاني فعلا مضايقني، عدم الالتزام بالاصناف المطلوبه. يعني انا بخير العميل انت محتاج ايه، عايز تاخد ايه، تاكل ايه، الكلام ده كله مش بفرض على حد حاجه، وعشان كده بطلب حجز بوقت مناسب. في الوقت اللي هينزل لكم فيه الفيديو ده في غلاء في الاسعار غير عادي، لدرجه ان الاكل بيزيد ساعات من الصبح بالليل وساعات في اليوم 3-4 مرات. فبالتالي لما العميل بيجي يطلب مني حاجه وده عميل حاجز، وطبعا لازم احاول على قد ما اقدر ان انا اوفر له كل احتياجاته. اللي بيحصل كالتالي: مثلا عميله تيجي تقول لي انا عايزه مثلا كباب حله، ولو ينفع يبقى باللحمه الموزه، او ينفع يبقى بلحمه كذا، مثلا لحمه مكعبات بتاعه الخضار، او لحمه شيش كباب. فطبعا اول ما بتقول لي انا بجري على طول فورا اشوفها هي موجوده عند الجزار ولا لا. طب الجزار قال لي الحمد لله انها موجوده، بروح حجزاها فورا وبطمن العميل ان خلاص اللحمه اللي حضرتك محتاجها موجوده وحجزتها. وكمان بيوصل الموضوع ان انا ممكن احول فلوس او ابعت مندوب بسرعه او انزل انا بسرعه عشان استلم اللحمه. ده ليه؟ لان من غلا الاسعار الكميات بقت محدوده، اخاف استنى ساعه واحده يا اما الحاجه دي تغلى فاخدها باغلى من الثمن اللي انا عامله بيه التسعير بتاعي، يا اما الحاجه تخلص اصلا وما تبقاش موجوده، لان التجار بقوا ما بيجيبوش الحاجه بكميات كبيره. تيجي بقى بعد انت المجهود اللي بتعمله ده عشان حته طبق شويه لحمه زي دول، هيكون مكسبي فيهم قد ايه يعني بعد ما يستووا؟ يعني تخيلوا كده هكون كسبانه قد ايه يعني. اكيد مش كسبانه مبلغ واو يعني، مكاسب الاغذيه مش زي ما الناس متخيله يعني. تيجي بقى تقول لك ايه، لا ثواني معلش، اصل وانا قاعده بتكلم انا وولادي ولا انا وجوزي لقينا ان احنا بنفضل كذا عن كذا، وممكن بقى كمان نغير الصنف خالص، يعني بلاش يبقى كباب حله، ممكن نعملها مش عارفه شرايح ايه في ايه في ايه في ايه، ممكن نخليها مش لحمه نخليها فراخ، ممكن مش عارف ايه. ده وصلت الحاجه يا مؤمنين ان في واحده بتبدل فراخ فرن ومكرونه، بتقولي ينفع نبدل الفراخ الفرن والمكرونه نخليها محشي كرنب وفلفل؟ انتوا بتبدلوا ايه بايه؟ يعني بعد ما انا اشتري لك فراخ ومكرونه وصلصه على اساس ان انت هتاكلي فراخ ومكرونه، فجاه المشتريات بعد ما اجيبها اركنها بقى على جنب خالص وتبقى المشتريات عباره عن محشي ورز وكرنب وفلفل وخضره وكلام من ده. يا جماعه، اولا هي قرارات الاكل مش مصريه، انتوا طلبتوا حاجه تاخدوها وخلاص. انا بصراحه بقولها كده، انت طلبت حاجه اتحمل المسؤوليه وخدها، ويبقى بقى اللي نفسك فيه تاني يبقى اطلبه في اوردر تاني او زود على اوردرك، لكن ما تخسرنيش حاجه انا اشتريتها. ومش بعد ما اشتريت واخترت الحاجه على اساس الصنف اللي انتوا عايزين تاخدوه تيجي بقى تفاجئني فجاه خدت الصدمه، لا ده احنا فجاه عايزين صنف تاني وبنبدله بحاجه تانيه خالص ليها مشتريات. يعني يا ريتك مثلا بتبدل تقول ايه، انا مش عايز الحته دي كباب حله، انا عايزها كمونيه، انا عايزها تبقى قطع في خضار مع خضار، نفس قطعه اللحمه نغيرها. لا ده انت بتغير اكله تماما بمشتريات بحاجات تانيه. طب ده يرضي مين يا جماعه في الغلا اللي احنا فيه ده؟ هو انا هينفع بعد ما اشتري حاجات اركنها بقى لما يبقى ربنا يسهل وعميل تاني يطلبها واغير المشتريات تماما؟ وذنب العميل التاني ده انه ياخد حاجات بايته ولا ياخد حاجات بتاع ده، حاجات يعني ما جاتش في الوقت اللي انا بقول عليه. انا بقول للعملاء بتوعي ده اللي بنفذه فعلا حاجه فريش زي ما انتم شايفين كده. اللحمه دي جايه النهارده فريش وهتتعمل وهتخرج للعميل النهارده برضو فريش. رفقا باصحاب المشاريع، طلعتوا روحهم.
التردد مش في كده خالص، واكون قد الطلب اللي بطلبه. عندكم وقت كفايه تفكروا وتطلبوا اللي انتوا عايزينه. قرروا انتوا عايزين تاكلوا ايه وتبقوا قد الموضوع ده. لان كده انا ابتديت فعلا في تفكير واتجاه في مطبخي ان ادفعوا ثمن الحاجه قبل ما انا هشتريها. وده هيبقى منتهى العدل عشان اضمن جديه العميل. لكن مش نغير كلامنا 60,000 مره ونبعت بقى في اوقات غريبه نغير كلامنا. يعني راينا ده بيتغير الساعه 12 واحدة بالليل، بكون انا خلاص مش شايفه الرسائل، بني ادمه ولازم تنام يعني. على العموم يومكم جميل ان شاء الله. دي كانت شويه فضفضه بس بطلع اللي جوايا بدل ما انفجر. ويومكم جميل وبالهنا والشفا على اللي هياكل حته اللحمه الجميله دي.